تحدث أحمد العجوز نجم النادي الإسماعيلي السابق عن هبوط الدراويش إلى دوري الدرجة الثانية المسمى بدوري المحترفين. وقال أحمد العجوز في تصريحاته: هبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية شر لابد منه، وفي الوقت الحالي لازم ندي العيش لخبازه، وأثق في عودة الدراويش للدوري الممتاز من جديد. وأضاف أحمد العجوز: أثق في عودة الإسماعيلي إلى الممتاز من جديد بعد سنتين، ولكن بشرط أن يتكاتف الجميع في الوقت الحالي، والنادي يتولى إدارته أبناء من أبناء النادي المخلصين. وتابع: مش عايزين نفضل نتحايل على الناس حتى يعود الإسماعيلي للممتاز من جديد، ويجب على الجميع الوقوف بجانب النادي ودعمه ماليا، وننجح في حل أزمة القيد حتى نتمكن من إبرام صفقات جديدة قوية. واختتم العجوز تصريحاته قائلا: عملت مع النادي الإسماعيلي في جميع الفئات العمرية، ومستعد للعمل مع النادي الإسماعيلي في أي وقت وتحت أي ظرف، والنادي بيتنا جميعا.